واش عارف انه واحد الخطأ صغير هنا في ايطاليا يقدر يضيع لك كل شيء؟ خليك معايا وغادي نوريك خمسة د الاخطاء قاتلة خاصك تجنبهم الا بغيتي مستقبل ناجح هنا في ايطاليا. السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نهضروا فيه على موضوع مهم بزاف لكل مهاجر عربي في ايطاليا. اليوم غادي نشارك معكم خمسة الاخطاء خطية بزاف كيوقعوا فيها بزاف ديال الناس، وهاد الاخطاء ممكن تضيع لك المستقبل ديالك هنا في ايطاليا الا ما كنتيش واعي بها وتجنبتيها. الفيديو ماشي باش نخوفكم، بالعكس الهدف ديالو هو نعطيكم نصائح عملية باش تعيشوا هنا مرتاحين وقانونيين وتفتح قدامكم فرص النجاح واستقرار. الخطأ الأول، التأخر في تجديد الإقامة ولا بيرميسو دي سوجورنو هي الأساس ديال البقاء ديالك هنا. بزاف ديال الناس كيسالي ليهم وما كيتفكروش يجدوا حتى كيتفاجئوا. المشكل هو أن التأخر في التجديد كيحطك مباشرة في موقف غير قانوني. شنو كيقدر يوقع لك؟ الخدمة ديالك ممكن توقف حيت المشغل خاصو يتعامل مع واحد عنده إقامة صالحة. تقدر تصعب على راسك الحصول على أوراق أخرى اللي مرتبطة بالإقامة. وحتى إلا وقفوك البوليس ولقاو الإقامة ديالك سالات تقدر تدخل في مشاكل كبيرة. ما تسناش حتى لآخر لحظة، قبل ما تسالي بشهرين ولا 3 بدا وجمع الورق ديالك وحجز المواعيد. وإلا ما عرفتيش كيفاش سير عند الباتروناتو ولا جمعية المهاجرين، غادي يعاونوك في هذه الخدمة. الخطأ الثاني، ما كتعلمش الإيطالية. اللغة هنا في إيطاليا ماشي غير وسيلة باش تهضر، بل هي المفتاح ديال كل شيء. الخدمة مزيانة، التواصل مع الطبيب ولا مع الإدارة، فهم قوانين والحقوق ديالك، وحتى الاندماج وسط المجتمع. المشكل اللي كيطيحوا فيه بزاف ديال المهاجرين هو أنهم كيبقوا غير وسط العرب وكيظنوا غادي يعيشوا هكا، ولكن الحقيقة بلا لغة غادي تبقى ديما محتاج شي حد يترجم ليك، وغادي يضيعوا لك فرص كثيرة. نصيحة، خصص وقت يوميا حتى غير 20 دقيقة باش تعلم كلمات وجمل جديدة. كاينين تطبيقات مجانيه بحال ديولينغو، كاينين فيديوهات على يوتيوب، وكاينين كورسات كيديروهم البلديات والجمعيات بلا فلوس. الا كنتي جاد في 6 شهور حتى العام غادي تلاحظ الفرق الكبير. الخطا الثالث، الاعتماد على الشائعات. خطا كبير كيوقعوا فيه بزاف ديال الناس هو انهم كيعتمدوا على الهضره ديال القهاوي والزنقه. صاحبي قال لي، سمعت من واحد، فلان دار هكا. القوانين هنا في البلاد كتبدل بسرعه، واللي كيوصل لك ممكن يكون ناقص ولا غلط كامل، وهذا الشيء كيضيع فرص وكيدخل المهاجرين في مشاكل ماشي سهله. مثال، شي ناس كيسمعوا ان الجنسيه الايطاليه كتخرج بعد 3 سنين ديال الاقامه، ولكن في الحقيقه القانون كينص على 10 سنين اقامه قانونيه الا في حالات خاصه بحال الزواج ولا اللجوء. ما تعتمدش ابدا على الشائعات، دير البحث ديالك في السورسات الرسميه، موقع وزاره الداخليه، الموقع ديال الكوموني، او مشي للباتروناتو، ولا كان المشكل معقد استشر مع محامي مختص. الخطأ الرابع، الخدمة بلا عقد. كلنا عارفين أن المهاجر كيكون محتاج يخدم من الأول باش يعيش، ولكن قبول الخدمة بلا عقد كيتعتبر مخاطرة كبيرة. بلا عقد ما عندكش حقوق قانونية، ما عندكش تأمين صحي، ما كيتجمعش لك التقاعد ديالك، وإلا وقعت شي حاجة في الشغل ما عندكش كيس تحمي راسك. كاين بزاف ديال الناس اللي خدموا بلا عقد وفي الأخير ضاعوا في حقوقهم وحتى في الأجر ديالهم. النصيحة، حاول ديما تلقى خدمة بعقد رسمي حتى إلا كان الأجر قليل في البداية. المهم تكون محمي بالقانون وعندك الضمانات ديالك. الخطأ الخامس، العزلة وما كتندمج. بزاف ديال المهاجرين كيحبسوا راسهم غير وسط العرب وما كيتواصلوش مع المجتمع الإيطالي. هاد العزلة كتعطل الاندماج ديالك وكتخلي فرصك الشغل والحياة الاجتماعية قليلة. من غير هاد الشيء الاندماج ماشي معناتو نسيان الأصل ديالك، بالعكس هو وسيلة باش تفتح مجالات جديدة وتزيد فرص النجاح ديالك. شارك في أنشطة جمعيوية وثقافية، حضر كورسات ولا لقاءات كيكونوا في البلدية، تعرف على ناس جداد. كل خطوة كتقوي مكانتك هنا وكتخلي الحياة أسهل بزاف. إذا خوتي، ها هما 5 الأخطاء قاتلة خاصكم تحاولوا تبعدوا عليهم باش تضمنوا المستقبل ديالكم في إيطاليا. التأخر في تجديد الإقامة، ما كتعلمش الإيطالية، الاعتماد على الشائعات، الخدمة بلا عقد، العزلة وما كتندمج. اللي كيقدر يتفادى هاد الأخطاء غادي يلقى الطريق ديالو أسهل بزاف، وغادي يشوف أن الفرص مفتوحة قدامه. كتبوا لي في التعليقات واش وقعتوا في شي خطأ من هادو أو عشتوا شي تجربة مشابهة،
وما تنسوش ديروا اشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلكم الفيديوهات الجايه. شكرا على المتابعه ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.